بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عرفنا في المحاضرة اللي فاتت ازاي نقدر نعمل او نجيب الويننج برودكتس بشكل بسيط. انت جبت المنتج بتاعك وعرفت تتواصل مع الراجل المورد او المستورد اللي انت هتجيب منه المنتجات، وجبت المنتجات لحد عندك ولكن ما عندكش فيديوهات ليها او اي حاجة زي كده. بشكل بسيط لما تجيب المنتج ممكن انت تصوره بنفسك، جميل، زي مثلا الباكز اللي موجودة عندنا دي شنط حريمي انا جبتها وصورتها بالشكل ده كده. نبدأ نشوف بس الصورة بتاعها. دي اول خطوه انت ممكن تعمله، يعني بالشكل ده كده نجيب الصور واشتغلنا عليه. الخطوه الثانيه اللي هو منتج زي مثلا اللي احنا كنا عاملين عليه الجزء بتاع السيرش بتاعنا على علي اكسبريس والكلام ده كله، اللي هو المعجون بتاع التنظيف وكده. لو جينا نخش نشوفه كده بشكل بسيط، ممكن تجيب الفيديو منين؟ انك تاخد اسم المنتج نفسه وتبدا تبحث عليه في جوجل بالشكل ده كده اهوت. ممكن تبحث عليه في جوجل او يوتيوب او على المواقع نفسها اللي هي الكبيره بتاع علي اكسبريس وامازون وجوميا والكلام ده كله. ممكن تبحث برضو هناك هتلاقي فيديوهات كتيره ليه، جميل. فدي طريقه تانية عشان تقدر تجيب الفيديوز بتاع الكلام ده. طيب مثل الفيديو ده اللي هو يعتبر بياع على طول، يعني ليه؟ لان هو بيقدم لك مشكله وبيحل المشكله وبيديك برضو الحل بتاع المشكله في نفس الوقت. دي تكنيك اسمه GPS. انا كنت شارحه عندي على الفيسبوك بيج بتاعي، ممكن تشوفه. GPS يعني بتتكون من 3 خطوات، انك يعني بتعرض مشكله وبتضخمها وبعد كده بتعرض يعني حل المشكله، وفي الاخر بتكون انت الراجل اللي هو بيقدم الحل ده، جميل. فدي احسن حاجه في الفيديوهات اللي هي خاصه بالمنتجات اللي هي المستورده او كده، جميل. فده بشكل بسيط ازاي تقدر تجيب الفيديو. طيب المنتج اللي احنا عملنا عليه سيرش بشكل بسيط ما نجحش، ده الشغل بتاعنا عليه اهوت. هتشوف 3 بريتشيز السعر بتاعه لكل مبيع تقريبا 200 جنيه، فهو ما نجحش معانا خالص بالشكل ده كده. طيب انا زي ما اتكلمت معاكم قلت لكم كل حاجه هقدمها معاكم بشكل واضح وبشكل صريح عشان نشوف هو ما نجحش دي ونحل اصلا عدم نجاحه. ده بشكل بسيط الجزء بتاع الكامبين بتاعنا اهوت. عملنا الكامبين وحطينا البريتشيز وحطينا الجزء بتاع البادجت بتاعنا وحطينا الجزء بتاع التارجتنج بتاعنا اهوت بالشكل ده كده اهو. ده التارجتنج بتاعنا وده كان شكل الفيديو بتاعنا. الفيديو بيحل مشكله؟ بيحل مشكله. الفيديو ويننج برودكت؟ ممكن يكون ويننج برودكت وممكن ما يكونش لا. طيب لو جينا دلوقتي نشوف ايه سبب عدم مبيعات المنتج ده بشكل بسيط. سبب عدم مبيعات المنتج ده ان هو بيقتصر على شريحه صغيره جدا 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 فوق ما تتخيل، جميل. طيب انا ما كنتش متاكد ان ده ممكن يبيع او لا، تمام، عشان ما اقولش مثلا انا ساحر او حاجه زي كده وجاي بشتغل لكم، لا طبعا. احنا اشتغلنا وعرفنا ان هو بيحل مشكله وكل حاجه، ولكن لو جينا قسمنا الماركت، جميل، فالماركت بيتقسم لرجاله وشباب، والشباب ممكن يكون تحتهم مثلا اطفال، ممكن يكون تحتهم مراهقين، ممكن يكون تحتهم كبار السن، كذلك السيدات ممكن يكون تحتهم البنات الصغيره، وبعد كده تحتهم او فوقهم الشابات شويه، وبعد كده متجوزين، وبعد كده اللي هم الكبار شويه. طيب لو جينا نخش في الماركت بشكل كامل، دخلنا في شريحه السيدات وفي الشريحه بتاعت الناس المتزوجه وكده، وبعد كده دخلنا في نيش معين اللي هو نيش المطبخ زي ما احنا كنا متكلمين قبل كده، ودخلنا في قلب المطبخ نفسه وشوفنا المشاكل اللي ممكن تواجه الناس وعايزه حلول ليها، والحلول دي ممكن تكون كويسه. هو مثلا ان الناس مثلا الحلال بتاعها بيحصل معها المشكله دي، يعني ممكن تتفحم، ولكن لو جينا نبص المشكله، هل المشكله دي متكرره كتير عند الناس؟ هل المشكله دي بتواجه كتير جدا من الناس؟ هل المشكله دي معضله كبيره جدا عند الناس؟ فلو هنيجي نبص هنا هتلاقي ان المشكله دي ممكن تواجه 1 من كل 100، يعني 6 من كل 100. يعني المشكله دي ممكن تحصل في حاله ان الست ممكن تنسى الحله بتاعها على الشعله، فلذلك ممكن يتحرق معاها الحله بالشكل ده كده، جميل. والحلول اللي هم بيستخدموها ان هم يعني ممكن يدعكوها بشكل بسيط وينظفوها الى حد ما، ولكن اللي هيواجه مشكله كبيره جدا من السيدات بان الحله تكون متفحمه بالشكل ده كده وملهاش حل خالص. يعني ممكن ترمي الحله بشكل بسيط، او ممكن انها يعني يواجهها الكامبين بتاعنا ده بالصدفه، جميل، وتشتري المنتج، جميل، لو الحله دي سعرها غالي قوي، جميل، او حله يعني بالنسبه لها حاجه ذكرى كبيره، جميل. فلذلك المشكله بتاعنا او المنتج بتاعنا فعلا بيحل مشكله، ولكن لو هنيجي نبص للمشكله فالمشكله موجوده عند 1 من ضمن 100 افتراضا، او 1 كمان من ضمن 1000، جميل. فهي مشكله مش متكرره كتير، فلذلك المنتج بتاعنا يعني بشكل بسيط ما باعش معانا بالشكل ده كده، ودي الاحصائيات بتاعته، جميل.
فانا زي ما قلت لكم كنت واضح معاكم، فلازم نبدا نبص على الاحصائيات كده اهو. صرفنا 300، الكوست بير ريزولت تقريبا 200 جنيه او 160 جنيه، وهنا تقريبا 260 جنيه. جميل. وانا سبت الاحصائيات وكل حاجه اهوت، ولكن اهو هنيجي نبص السي تي ار 2 وشويه اللي هو داخل 3 هو كويس بس برضو الجزء بتاع اللي هي الفكره انا بتكلم فيها، لا هو المنتج مقتصر على شريحه صغيره قوي، فلذلك ما باعش معانا. جميل. فده كان المنتج الثاني اللي احنا بنبدا نشتغل عليه. اول واحد احنا كنا اشتغلنا على منتج تاني اللي هو بتاع قطعات الخضروات، وعملنا تيست عليه وجانا منه 10 مبيعات، وهنا جانا منه مبيعتين، وكانت المبيعه هنا ب 36 وهنا ب 34، وبقينا كله بشكل كامل يعني. تمام. وكان عندنا عملاء كمان محتاجه، ولكن المنتج ما كانش متوفر عندنا. جميل. طيب ده اول حاجه. المنتج التاني بتاع الكينج باست ده اللي هو بتاع المعجون اللي بتكلم عليه، واللي هو ما نجحش معانا، فخلاص ده بالنسبه لنا يعني رميناه. طيب المنتج التالت واللي هو مهم جدا بالنسبه لنا ومتاكد ان هو هيعمل مبيعات رهيبه، خاصه ان انا عملت عليه التيست ده الجزء بتاع الاير كونديشنر، اللي هو تكييف بشكل بسيط. تيجي تبص عليه كده، ده شكل التكييف اهوت اللي انا جايبه. ده شكل التكييف اهوت. ممكن نعمل اكسباند كده ليه اهوت. ده بشكل بسيط تكييف صغير في ظل الحر اللي احنا موجودين فيه، فكان الطلب عليه لا هيكون كويس. جميل. التارجت بتاعه كان بشكل بسيط برضه اهوت، عشان الناس تبدا تاخد يعني بالها من الجزء بتاع التارجت ده اللي احنا كنا شغالين عليه اهوت. اير كونديشنر، اير فريشنر، وشويه برضه من الجزء بتاع الاير والسمر، بخصوص اللي هو احنا داخلين على الصيف وكده، والهوم ابلانسز، والجزء بتاع الهوم برضه بنفس النظام اللي موجود قدامنا ده كده. طيب هنيجي نشوف سعر المبيع عندنا. جالنا 2 مبيعه منه. جميل. وسعر المبيع كانت 22 جنيه، والاماونت سبنت احنا صرفنا بس 50 جنيه او 45 جنيه. جميل. وجالنا 2 مبيع. لو هنيجي مثلا نبص على حاجه زي الروز، وده هتشوفها قدام، ده انا شارحها في الجزء بتاع الاي كوميرس، اللي هو الريتيرن اون اد سبند. جميل. العائد على الاستثمار من الاعلان بتاعك كام؟ كان 13. انت متخيل؟ يعني المفروض حاجه اسمها بريك ايفنت بوينت، برضو اتكلمنا عنها قدام في الكورس بتاع الاي كوميرس اللي هتشوفه في الجزء بتاع الفيسبوك ادز. يعني على الاقل لازم يكون واحد. لو هو واحد فانت كده مش خسران، طب واحد وشويه فانت كده كسبان. طيب هنيجي نبص هنا، هو عندي ضعف 13. انت متخيل؟ يعني مثلا لو بتدفع جنيه بيجي لك عليه 13 جنيه. جميل. فحاجه فظيعه يعني. ولكن المشكله اللي قابلتني الثانيه هنا ان انا المنتج ما عادش متوفر عند المستورد اللي انا كنت بجيب منه، خلص بشكل كامل. جميل. طيب المنتج اللي بعده كان عباره عن وومنز باجز، عباره عن شنط حريمي. لقيت ان العرض بتاعهم كويس جدا، دخلت وعملت عليه كامبين بالشكل ده، الكامبين كان ناجح معانا برده. سعر المبيع كانت 65 جنيه هنا، وهنا 50 جنيه. والميزه هنا ان المنتج كنت يعني هو كان عباره عن كوليكشن مع بعض كده. هنيجي نبص عليه، دي كانت شكل الصوره اهوت، ده شكل الكامبين اهوت. عرض هم يعتبر 4 شنط في شنطه واحده. جميل. كنت ببيعها ب 300 جنيه، والشنطه كنت جايبها تقريبا ب 100 جنيه. جميل. فالمكسب بتاعي فيها 200 جنيه. لو هنتكلم عن توصيل في 50 جنيه، وهنتكلم مثلا عن كامبين بنصرف فيه 60 جنيه. جميل. هتبقى لك مثلا 90 جنيه، ده البروفيت بتاعك. حلو. فجبنا كميه شنط منها وعملنا عليها التيست برده بالشكل اللي قدامنا ده كده، وجانا منها 12 مبيع بالشكل اللي قدامنا ده كده. جميل. فهنا كان في عندنا 12 مبيع. فلو هنتكلم هنا هل ده غالي ولا لا طبعا ده مش غالي. حتى لو انت شايف اللي هو يعني الجزء ده غالي، لا تخش في الجزء بتاع الروز اللي هو ريتيرن اون اد سبند، هتيجي تبص هنا 4.57. فبشكل بسيط ده الجزء اللي قدام. طيب لو هنيجي نبص هنا صرفنا قد ايه؟ هنا 654. وهتيجي تبص هنا في الجزء بتاع البرتشيز كونفرجن فاليو، يعني رجع لك قد ايه تحديدا؟
جميل. هنا التوتال اللي احنا كنا صارفينه تحت اهوت بشكل بسيط، توتال 755، رجع لنا من الكامبين بتاعنا 3588 جنيه. يعني انت صرفت الجزئيه دي اللي هو الجزء ده تمام، و12 شنطه كمان، يعني 1200 جنيه، 1200 و755، فانت بتتكلم دلوقتي في 2255 جنيه، والعائد بتاعك 3588 جنيه. فانت بتتكلم دلوقتي في انك طالع لك تقريبا 1200 جنيه او 1300 جنيه بروفيت. ده يعني فلوسك صافي الجزء بتاعك. جميل. فده بشكل بسيط كان المنتج الثاني اللي احنا بنتكلم عنه. فده كانت عباره عن التستنج كامبينز اللي احنا بنبدا نعملها مع بعض والتحليل بتاعها بشكل بسيط. فده كان ناجح معانا، ده كان ناجح معانا، ده ما كانش ناجح معانا. الاثنين دول اللي هو بتاع قطعات الخضروات كانت ناجحه معانا. طيب بشكل بسيط عشان ما تقعش في نفس الخطوه اللي انا وقعت فيها هنا اللي هو بتاع الكليننج بس، وده غلطه مني اللي انا ما عملتهاش واللي انا هقولها لك عشان ما تقعش فيها. لما تيجي تجيب منتج وشايف ان هو بالنسبه لك المنتج ده هيكون ناجح او حاجه زي كده، فاعمل عليه تيست. يعني ايه؟ يعني ما تشتريش المنتج دلوقتي، ولكن هتعمل عليه كامبين، هتجيب الصور بتاعه، هتجيب الفيديو بتاعه، هتجيب كل حاجه وتعمل كامبين بشكل طبيعي، وتشوف هيجي لك منه اوردرات ولا لا، وتشوف تكلفه الاوردرات ممكن تكون واقفه عليك بكام. والله الاوردرات كويسه والتكلفه معاك ماشيه بشكل كويس، يعني مثلا بفترض ان احنا هنعمل كامبين ب 100 جنيه وهنشوف النتائج بتاعته تكون عامله ازاي، فخلاص زي ما انا كنت عامل هنا كده ده كان بالنسبه لي قبل ما اجيب الشنط نفسها، كنت عامل تيست بالشكل ده كده. جميل. ده الباك دهيت، عامل تيست ب 100 جنيه، جالي منه مبيعتين، ولقيت ان سعر المبيع عندي ب 50 جنيه، وسعر المنتج انا ممكن ابيعه ب 300 جنيه زي ما انا كنت حاطه. فهنا لا هيكون بالنسبه لي ناجح. فلذلك قمت جايب بقى بعدها الجزء بتاع الشنط وعملت كامبين ب 400 جنيه وجالي منه الجزء ده كده او التوتال اللي هو الباقي اللي قدامنا ده. فلذلك عملت ابحاثك وعملت الويننج برودكت بتاعك وجبته وظبطت كل حاجه وشايف من وجهه نظرك اللي هو كويس، لا السوق ولا يرد عليه بمعنى اصح. يعني ايه؟ يعني نزل المنتج للسوق واعمل عليه كامبين وشوف العملاء بتوعك هيردوا عليك بايه تحديدا. هل الكامبين بتاعك والمنتج بتاعك هيكون ناجح؟ فخلاص هنبدا نشتغل. طب هو مش ناجح، فخلاص فانت الكامبينز بتاعك موضحه لك كل حاجه. الكلام ده كان لازم اقوله علشان ما تروحش تجيب بضاعه والبضاعه تلاقي نفسك لا بالنسبه لك مش اترمت، يعني بمعنى اصح السوق بتاعك رد عليك برد تاني مختلف خالص، فالبضاعه بالنسبه لك مش كويسه. طيب الاماونت سبنت اللي احنا صرفناه بشكل كامل في التست بتاعنا 1800 جنيه، العائد بتاعنا كله كام؟ كانت 6400 جنيه. يعني احنا صرفنا تقريبا 1800 جنيه في الاعلانات، رجع لنا بشكل بسيط 6400 جنيه. ده التوتال اللي هو رجع لنا من الجزء بتاع الكامبينز بتاعنا بشكل بسيط. فالكورس سعره بسيط، تقدر من خلال تيست بس بسيط بعد ما انت خلاص فهمت الكورس بشكل كامل وشفت كل حاجه بشكل كامل، تقدر ترجع سعر الكورس بتاعك في خلال كامبين واحد بس. تمام. فده كانت الميزه اللي احنا بنتكلم فيها. فيعتبر خلصنا الجزء ده، وهتبدا بعد كده تخش في الجزء بتاع الفيسبوك ادز اللي انت هتشوف فيه بقى استراتيجي انت يعني لا تتخيلها ممكن هتتعامل ازاي. بالنسبه لنا ده كان كله عباره عن تيستنج بشكل بسيط. لا هتخش بقى في الجزء بتاع الفيسبوك ادز، هتشوف بقى الاستراتيجي اللي مكونه من 12 فيز او 12 مرحله، من اول كولد اودينس الورم اودينس الهوت اودينس، وبنعملهم ازاي وبتشتغل تكنيكال ازاي على الكامبين بتاعك عشان تقدر تحقق مبيعات لا تتخيلها بالطريقه اللي احنا هنمشي بيها واللي احنا هنبدا نتكلم فيها في الجزء بتاع الفيسبوك ادز. فده كانت المحاضره بتاعنا، واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات الجايه.